الأخبار يا أبطال تانية إعدادي. النهاردة عندنا درس مهم جدا وهو الدرس الثالث، العمليات على الأعداد الحقيقية، ودوت من الدروس اللي بتيجي عليها أسئلة كتير في الامتحانات. أنا في الفيديو ده مش هسيبك غير وانت فاهم الدرس كويس جدا، وكمان هنحل مع بعض أسئلة وتمارين عشان المعلومة تثبت في دماغك. فلو ركزت معايا لآخر الفيديو هتلاقي الموضوع أبسط مما تتخيل، وهتخرج وانت ضامن الدرس كله. ويلا بينا. تعالى بقى نعرف الاول كده كم مسمى. انا لما اديك جذر مثلا زي دوت هتقولي هقول لك اسمه ايه، هتقولي ده الجذر التكعيبي، اقول لك تمام. طب تعرف اللي فوق الجذر ده الرقم التلاتة ده اسمه ايه؟ اسمه دليل الجذر. اسمه ايه؟ دليل الجذر. طب لو انا عندي رقم جنب الجذر 3 بقى 4 2 ايا كان، هنعتبره الاربعة. الأربعة دي اسمها ايه؟ اسمها معامل الجذر. اسمها معامل الجذر، نركز. طب اللي تحت الجذر اسمه ايه؟ ايا كان برضو الرقم مش هيفرق، اللي تحت الجذر اسمه المجذور. عرفنا المسميات، يبقى عندنا اللي فوق الجذر اسمه دليل الجذر. طب واللي جنبه معامل الجذر. طب اللي تحت الجذر اسمه المجذور. كان ايه؟ اعرف كده دايما المسميات دي. طب انا اعرف منين ايه هي؟ امتى اقول ان حدود الجذريه دي متشابهه؟ اعرف امتى اقول ان على طول اول ما اشوفها كده اقول انها متشابهه؟ قال لك لازم يتحقق شرطين. لازم يتحقق ايه؟ شرطين. اول شرط ان هما الاتنين يكون ليهم نفس الدليل، نفس دليل الجذر. ايه هو دليل الجذر؟ لسه قايلينه، الرقم اللي فوق الجذر اللي هو التلاتة هنا. وكمان يبقى ليه نفس المجذور اللي هو ايه؟ تحت الجذر. تعال نشوف مثلا اول سؤال، بيقول لك -3 جذر الاتنين و5 جذر الاتنين، دول متشابهين ولا لا؟ هل ليهم نفس الدليل؟ هنا 1 وهنا 1، يبقى فعلا ليهم نفس الدليل. طب ليهم نفس المجذور؟ هتقولي ايوه هنا 2 وهنا 2، يبقى اذا هما ايه؟ متشابهين. طب تعال نشوف السؤال التاني، بيقول لي 5 جذر الاتنين و5 الجذر التكعيبي للاتنين. هتقوم اول ما شايفها كده هتقولي ايوه فعلا متشابهين، هنا 2 وهنا الاتنين، يبقى نفس المجذور. هقول لك يا باشا ركز في الدليل، هو نفس الدليل، هنا 3 وهنا 1، يبقى لا، لازم الشرطين يتحققوا. طب السؤال التالت بيقول لي 7 جذر التلاتة و7 جذر الاتنين، هتقولي نفس الدليل بس مش نفس المجذور. اقول لك الله ينور عليك، انت كده فهمت معايا. لازم الشرطين يتحققوا علشان يكونوا متشابهين. لو في واحد منهم ما تحققش يبقى هي على طول غير متشابهه. الحدود الجذريه المتشابهه في الجمع والطرح، انا قلت ندخل في الامثله على طول عشان تفهموها اسهل. تعالى معانا في اول مثال، قالك قبل ما نبدأ اي حاجة فيها جمع او طرح انا لازم اتأكد ان هما الاتنين جذور متشابهة. يعني ايه جذور متشابهة؟ ليهم شرطين قلناهم، ان هما الاتنين نفس الدليل وهما الاتنين نفس المجذور. ده قبل ما نبدأ، لان لو اختلف احنا هنقف اساسا. تعالى نمسك اول سؤال، هل هما الاتنين نفس الدليل؟ هتقولي اه. طب هما الاتنين نفس المجذور؟ هتقولي ايوه. يبقى تعالى نجمع. قالك نجمع ازاي بقى؟ هنحط الجذر 7 زي ما هي، وبعد كده نبدأ نجمع المعاملات اللي هو هنا وهنا. هتقولي 3 وهنا مش فيه يبقى 0، اقولك ايه ده ازاي يعني؟ معنى ان مش فيه هنا ان هو فيه ايه؟ 1، يبقى 3 زائد الواحد ايه؟ 4، تبقى 4 جذر ال7. تعالى ندخل في سؤال رقم 2. هتتخض انا عارفه، بس قبل ما تتخض تعالى شوف الاول هي جذور متشابهه ولا لا. نفس الدليل هنا ونفس الدليل هنا ونفس الدليل ونفس المجذور، يبقى جميل. تعالى بقى نبدا نحل. ما تتخضش، مش هتعرف تحسبها بدماغك، هنحسبها بالاله. هتقولي ازاي نحسبها بالاله؟ اول حاجه احنا ايه المتشابه هنحطه اللي هو الجذر التلاتة. تعالى نكتبها بقى. هنكتبها ازاي؟ هنحط 5 وبعد كده ناقص 3 ناقص 2، بنحط المعاملات، ولو في حاجة مش موجود لها معامل مش تنسى تحط الواحد، يبقى 0. طلع هنا 0، يبقى بقى دي كلها ايه؟ 0. طب السؤال رقم 3، تعالى برضو نعمل نفس الحاجة، نشوف الأول نفس الدليل ونفس الجذور. هتقولي أيوة، هيبقى هنحط الجذر التكعيبي لل6. طب نعمل ايه؟ اهو زي ما بقولك هنا مش في حاجة، يبقى -1 زائد ال4 ناقص ال2 هيطلع لك 1. الواحد مش بنكتبه، يبقى ده كده جميل. سؤال رقم 4،
هنعمل ايه؟ هنشوف الاول الدليل المتشابه والجذور متشابهة. هتقولي يبقى هنحط الجذر الخمسة. طب هنحسبها ازاي على الآلة؟ 4 ناقص 2 زائد 5 ناقص 1 يبقى 6، فتطلع 6 جذر 5. طبعا مش عايز تحسب على الآلة، ده انت شخص يبقى متفوق، ده للأحسن أساسا، أنا بس بقولها للي محتاج الآلة. يلا بقى حل انت معايا الأسئلة ديت. أول سؤال بيقول لك جذر 7 زائد جذر 7. أنا عندي كده الدليل هو والمجذور هو، يبقى هنعمل ايه؟ هنحط جذر 7. طب والمعامل 1 زائد 1 2، فتطلع الإجابة ب. طب السؤال التاني جميل، 2 ناقص 3. شوف اتلخبطت اهو. اول حاجه نشوف ايه المجذور والتليق، ده لازم، ده اساسي، لو طلعوا مش متشابهين هتغلط، ما ينفعش. يبقى هنا ايه؟ هماهم، يبقى هنقول جذر 2 و2 ناقص 3 بناخد اشاره الكبير فتبقى -1، يبقى سالب جذر 2. سؤال رقم 3، هل نفس الدليل ونفس المجذور؟ يبقى هنا ايه؟ الجذر 3. طب 2 زائد 3 5، يبقى 5 جذر 3. سؤال رقم 4، بيديني اكس ومديني واي، بيقول لي ان 9 جذر 5 ناقص 5 جذر 3. هتقولي 9 ناقص 5 يبقى ايه؟ ما ينفعش، احنا ايه؟ لازم نشوف ايه الدليل والمجذور. اللي هتقولي طب ما الدليل متساوي، اقول لك هو المجذور متساوي، ده هنا 5 وهنا 3، يبقى هتبقى زي ما هي. تعالى بقى ندخل في الجزء التاني وهو الضرب والقسمة. قالك انا مثلا لو عندي جذر 2 في جذر 2، دي نضربها ازاي؟ مش هنا جذر تربيعي وهنا جذر تربيعي، يبقى هنخليه ايه؟ جذر تربيعي 1، وهنقول ضرب المجذورين، يعني 2 في 2 فتطلع بتساوي جذر 4، فتطلع بتساوي 2. هتقولي طب لو هي تكعيبي هعمل ايه؟ هقولك عادي، لو هي مثلا جذر التكعيبي ل3 في الجذر التكعيبي مثلا ل2، هي هنقول الجذر التكعيبي ل3 في 2 ايا كان الارقام يعني، بس انا بقولك الفكره ان انا لو هي تكعيبي وتكعيبي او تربيعي وتربيعي الجذور بخلي الجذر عليها كلها وبضرب المجذورين، اللي هو المجذور اللي هنا والمجذور اللي هنا في بعض. تمام. طب انا وانا عندي بقى القسمه، هتقولي مثلا انا عندي دلوقتي جذر 8 وجذر 2، طب دي احلها ازاي؟ هقولك حط برضو جذر 1 بس، يعني هنخليها جذر 1 عليهم هما 2 وهنا 8 وعلى 2، فهتبقى ايه؟ الجذر 4، فهتبقى برضو 2. طب لو انا عندي الجذر، خليها في الجزء الصغير دوت، الجذر التكعيبي ل27 على الجذر التكعيبي ل2، هقول لك وفيها ايه؟ مش هي جذر تكعيبي وجذر تكعيبي، يبقى هنا الجذر التكعيبي عليها كلها وهنا 27 على 2. وقالك هنا ما في ملحوظه مهمه برضو، بيقولك ان هنا لما بتبقى جذر اكس في جذر اكس، يعني زي هنا مثلا جذر 2 في جذر 2، هياها لو قلت جذر 2 الكل تربيع. ليه؟ لان التربيع بيشيل الجذر، فهيبقى 2 اللي هو الرقم اللي هنا ده على طول. تعالى بقى نحل شوية الأسئلة دي بقى مع بعض علشان المعلومة تثبت أكتر. أول حاجة بيقول لي إكس في واي، هو طبعا مديني قيمة إكس وواي وزد. إكس في واي يعني 7 جذر 5 في الواي اللي هي جذر 5. طب نعمل ايه؟ طب انا عندي، تعالى نشوف المعاملات الاول. 7 في 1 ب7، طب وجذر 5 في جذر 5 احنا لسه قايلين ان احنا ممكن نعملها ايه؟ جذر 5 في 5 فتطلع جذر 25، فتطلع الاجابه 5. بس انا قايله لك ملحوظه في الاخر اللي هي كانت بتاعه جذر الاكس في جذر الاكس دي، ان احنا ايه؟ ممكن لما نلاقي جذرين تربيعيين او تكعيبيين ايا كان مضروبين في بعض، والرقم اللي هو تحت الجذر دوت اللي هنا واللي هنا متساويين، فانا باخد الرقم اللي تحت الجذر على طول، فهتبقى 7 في 5 فتطلع بتساوي 35. سؤال رقم 2 بيقول لي اكس على واي، طب ايه قيمة الاكس؟ 7 جذر 5 على الواي اللي هي جذر 2. جذر 5 معلش جذر 5 جذر 5 هتروح مع جذر 5، فهيطلع لي ايه؟ 7. هتقولي هو ينفع اشيل جذر 5 مع جذر 5؟ اقول لك عادي. طب سؤال 3 بيقول لي 2 في الاكس اللي هي ايه؟ 7 جذر 5 جميل على الواي اللي هي جذر 5، فجذر 5 هتروح مع جذر 5 فيطلع لي 2 في 7. 2 في 7 بكام؟ فهتطلع ب 14. السؤال الرابع هنقول 3 في الواي اللي هي جذر 5 ناقص الجذر التكعيبي للزد، الزد اللي هي ايه؟
الجذر التكعيبي للاتنين، وهو بيقول لي كلها تكعيب. طب انا عندي هنا تكعيب والجذر التكعيبي بيروحوا مع بعض، يعني بقى 3 جذر الخمسة ناقص الاتنين. هتقول لي 3 ناقص الاتنين وهنسيب جذر الخمسة زي ما هي، اقول لك ده اسمه عك. انا لو عندي جنب الاتنين جذر الخمسة كان تمام، ولكن كده انا هسيب ده زي ما هو. سؤال رقم 5. 3 الاكس اللي هي في 7 جذر الخمسة ناقص 7 جذر الخمسة اللي هي الواي. طب هنعمل ايه بقى في السؤال دوت؟ هقولك تعالى نضرب اول حاجة 3 في 7. هتقولي ب21 جذر الخمسة ناقص 7 جذر الخمسة. طب هنا ايه جذر 5 وهنا جذر 5؟ تعالى نحل عادي. 21 ناقص 7 14، وهننزل جذر الخمسة وجذر الخمسة، هنزل جذر الخمسة عادي. سؤال رقم 6. عندي الأربعة، وبعد كده بيقول لي زد تكعيب. زد تكعيب اللي هي ايه؟ جذر التكعيبي للاتنين الكل تكعيب على 2 واي تربيع. الواي تربيع اللي هي الجذر الخمسة الكل تربيع. طب انا عندي معلومة، هنا تكعيب وهنا أس 3 بيروحوا مع بعض، وهنا تربيع وهنا في جذر التربيعي والتربيع برضو هيروحوا مع بعض، فكده اتبقى لي ايه؟ الأربعة في الاتنين على الاتنين في الخمسة، اللي هو ايه؟ اللي هو 8 على 10، اللي هو يطلع بيساوي 4 على 5. تعال نشوف المثال ده. بيقول لي اكتب لي كل من الأعداد الآتية في أبسط صورة بحيث يكون المقام عدد صحيح. هو شارط إن المقام لازم يكون عدد صحيح. نعمل إيه؟ أول سؤال بيقول لي 9 جذر على جذر 3. طب أنا أعمل إيه عشان يطلع المقام عدد صحيح؟ تعال نضرب في جذر 3 على جذر 3. تعال بقى نظبطها كده. هنقول إيه؟ 9 جذر 3 ضربنا البسط في البسط والمقام في المقام، جذر 3 في جذر 3 ب3. طب ايه كده؟ ايه عندنا؟ انا ممكن لسه بسطها، بس احنا خلينا ايه عند حتى الان المقام بقى عدد صحيح، وعندي 9 على 3 فيها 3، فتطلع 3 جذر 3، فهتبقى على 1 فيبقى عدد صحيح. سؤال رقم 2. -3 على جذر 2. اعمل ايه؟ اضرب في جذر 2 على جذر 2، يعني هتبقى -3 جذر 2 على جذر 2 في جذر 2 ب2، يعني المقام بقى عدد صحيح. سؤال رقم 3. 5 على 3 جذر 5. هنضربها في جذر 5 على جذر 5، فتطلع ايه؟ 5 جذر 5 على 3، وهتبقى 3 في 1 فالتلاتة. جذر 5 في جذر 5 بالخمسة. الخمسة هتروح مع الخمسة فيطلع جذر 5 على 3، والتلاتة عدد صحيح. تعال بقى نشوف خواص العمليات على الأعداد الحقيقية. قالك في حاجة اسمها الانغلاق. يعني ايه انغلاق؟ في عملية الجمع وفي عملية الضرب. بيقولك انا لما اجي مثلا في عملية الجمع اجمع رقمين هيطلعوا بينتموا للعدد الحقيقي. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت 1 زائد 2 هيطلع لي 3. 3 دي ايه؟ بتنتمي للعدد الحقيقي. ايه هي الاعداد الحقيقية؟ الموجب والسالب والصفر والجذور كل حاجة. يبقى وبرده لما اجي اضرب مثلا 1 في 2 يطلع لي ايه؟ 2، فتنتمي للعدد الحقيقي. حتى لو طلعت سوالب او طلعت اي حاجه فهي بتنتمي للعدد الحقيقي. هو ده الانغلاق. طب يعني ايه الابدال؟ الابدال يعني انا عندي مثلا في الجمع 1 زائد 2 هياها 2 زائد 1، 1 زائد 2 ب3، و2 زائد 1 برضو ب3. يعني انا عندي في الجمع لما اجي ابدل مثلا 3 في 4، 3 زائد 4 هياها 4 زائد 3. لما بنيجي نبدل مش هيجرى حاجه، مش هتفرق. طب في الضرب برضو لما اجي اقول مثلا اهو 3 في 4 هياها ايه؟ 4 في 3، الاتنين هيطلعوا لي ايه؟ 12، مش هيحصل اي فرق. طب توزيع عندنا بعد كده الدمج. عندي الدمج مثلا برضو في الجمع. يعني ايه الدمج؟ مثلا انا عندي A زائد البي في قوس زائد السي. تعالى نعمل من غير القوس كده. انا لو عندي 1 زائد 2 زائد 3 ده هيطلع لي ايه؟ 1 زائد 2 3، 3 زائد 3 6. هياها لما اجي اقول مثلا 1 زائد 2 زائد 3 هيطلع لي كده ايه؟ 1 و2 3 زائد 3. هو ده التوزيع. يعني انا لما اجي اقول ده هيطلع هو ده، مش هتفرق، لان كده كده الجمع والضرب لما نغيره هماهم. توزيع الضرب
يعني انا لو عندي قوس مثلا في 3 اهوت، وهنا مثلا 2 زائد وهنا 1، اعمل ايه؟ ده بيتضرب في ده وده بينضرب في ده، بينضرب في القوس كله، هو ده اللي يقصده. يعني ايه؟ عندنا المحايد دايما بالصفر، وعندنا دايما المحايد الضربي هو الواحد، لازم تكون حافظه. المحايد الجمعي صفر، المحايد الضربي واحد. المعكوس، يعني ايه المعكوس؟ يعني غير اشارة، يعني انا لو هو واحد هيبقى سالب واحد. طب يعني ايه المعكوس الضربي؟ يعني لو هو مثلا 2 فاحنا بنعكس بنشقلبه، هتبقى 2 يعني هي ايه كده 2 على 1، فهتبقى 1 على 2. يعني تعالى دلوقتي نعمل ملخص سريع كده عن الخواص. اول حاجة خاصية عندنا اسمها الانغلاق دي في عملية الجمع وعملية الضرب، ان هو بيقول لي ان انا لما اجي اضرب عددين في بعض او اجمع عددين في بعض كده كده الناتج هيطلع بينتمي للاعداد الحقيقية اللي هي موجب وسالب وصفر والكسور والكسر وكل حاجة. الابدال يعني ايه؟ يعني لما اجي مثلا في الجمع اقول A زائد البي هيها B زائد الايه، يعني لما اقول 1 زائد الاتنين هيها 2 زائد الواحد، ونفس الكلام في الضرب. يعني ايه الدمج؟ يعني انا عندي مثلا لما اجي اهوت بيقول لي A زائد البي زائد السي هياها لما اخد الايه بره زائد البي زائد الزي زائد السي، نفس الحوار ونفس الكلام برضو ايه في الضرب. يعني ايه توزيع؟ ان انا لازم لما اجي اضرب رقم في قوس كامل اضربه ايه في القوس كله، يعني الايه هتضرب في البي وبعد كده كمان الايه هتضرب في السي. المحايد بتاع الجمع دايما صفر، والمحايد الضربي دايما واحد. المعكوس عندنا المعكوس الجمعي، يعني ايه المعكوس الجمعي؟ انا لو عندي ايه هتطلع تبقى سالب ايه. عندي يعني ايه معكوس ضربي؟ لما مثلا عندي الايه لوحدها بشقلب، يعني ايه بشقلب؟ هي كده ايه على الواحد فهتبقى 1 على الايه. وطبعا ده لو ارقام برضو نفس الفكرة. وبكده نكون خلصنا جزء دوت من درس العمليات على الأعداد الحقيقية. لسه مكملين في الفيديو الجاي إن شاء الله، وهندخل على باقي الأفكار المهمة جدا اللي بتتكرر في الامتحان. فلو عايز تضمن إنك فاهم المنهج خطوة بخطوة متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان أول ما ينزل الفيديو تكمل معانا على طول. استنونا في الجزء الجاي.